غلطة كبيرة قوي بيقع فيها الأهل، ومفيش حد فينا ما وقعش فيها يعني including me أو أي حد. مفيش حد لا تربوي ولا أي حد في الدنيا ما عداش بالغلطة دي. بس الفكرة إن ساعات الناس بتعدي من الغلطة دي وتعرف تفكر هو إزاي أتجنب ده، وللأسف في ناس تانية بتفضل الغلطة مكملة وبياخدوا نفس النتيجة اللي هي غير محببة، وبرضه بيفضل يكملوا في نفس الغلطة. ايه الغلطة دي؟ هي ان انا ابني او بنتي وهو متعصب ومتضايق بنقف معاه احنا كمان ونحاول ان احنا سواء نديله مبررات او نحاول نقول له ان هو ما يتعصبش في وقت ما هو اوريدي متعصب، اللي هي بيسميها في الصغيرين ان عندهم تانتومز. بس الحقيقه ده بيفضل موجود من اول ما الولاد صغيرين على فكره، اولموست لحد جريد 12 يعني. اوكي، موضوع ان الولد او البنت متعصب وانا كأم واقفه بتكلم معاه في نفس اللحظه دي، طب نعمل ايه؟ ولا حاجه. هنقول بمنتهى البساطة هو انه انت دلوقتي متعصب، وانا عشان اقدر افهمك كويس انا محتاجة ان احنا الاتنين نكون قاعدين وهاديين. انا فاهمة مشاعرك جدا جدا، وممكن يعني نقعد معاه، تقعدي فعلا معاه تطبطبي عليه وتقولي طول الوقت نفس الكلمة، انا فاهمة مشاعرك جدا بس احنا هنتكلم باستفاضة لما انت تبقى هادي وانا اعرف اسمع منك احسن، ونتكلم مع بعض وان شاء الله هنجد حل للمشكله او الحاجه اللي مضايقاك دي. بس انا ما ينفعش وهو متعصب والدنيا والعه وانتي بتحاولي تهديه، وهو في الاغلب مش هيهدى لان هو خلاص عالي. اوكي، فاحنا محتاجين حاجه تهدي. عشان حاجه تهدي لازم يعدي وقت ان شاء الله هو يدخل ياخد دش ويرجع، يعدي وقت يتوضى ويصلي، يعني يعمل اي حاجه، بس لازم نعدي فاصل. كل ما الفاصل كان كبير كل ما كان احسن، لكن لو الموضوع مش محتمل يبقى مفيش مشكله، فاصل صغير ونقعد في هدوء ونتكلم في ايه اللي مضايقه.